بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بتسأل عن حاجة طريفة جدا، إن أحيانا كتير في السرة بتلاقيها فيها وبر وخيوط وقطن كده متجمعة في السرة، فبيستعجبوا بيقولوا ده بسبب إيه؟ حقيقة بعد الدراسات الناس يعني بره عملوا دراسات كبيرة، لقوا إن الموضوع ده نتيجة إن بيبقى فيه شعر حوالين السرة بشكل دائري. الشعر ده متني بطريقة معينة وبيبقى بيصطاد الخيوط، بيصطاد الخيوط الدقيقة ويخزنها في المنطقة الهابطة اللي هي السرة. الموضوع ده بيبقى أكتر في الرجالة من الستات، ليه علاقة برضه في كرش ولا لأ، وليه علاقة إن بيبقى فيه شكل السرة بتبقى داخلة لجوه مش طالعة لبره. ليه كذا حاجة كده، وفي ناس بدأت يعني اللي بيعانوا من كده ينصح إن احنا نحلق الشعر اللي حوالين السرة ده عشان ما تبقاش الموضوع ده متكرر، ويبدأ الهدوم كمان تبدأ في المنطقة دي تبقى رقيقة، لأن منها خيوط مفقودة. فطبعا ينصح للناس اللي عندهم الموضوع ده انهم يحلقوا الشعر اللي حوالين السرة كويس، لكن المشكلة دي بتبقى مؤقتا، بتتسكن مؤقتا وبترجع تاني مع نمو الشعر الجديد. انتبهنا للجميع، صحة جيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.